بصوا الحركة دي. بصوا اللقطة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني من الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كنت عامله لكم فيه حبة مسحوق، والله اللي ما شافهمش فاتوا كتير. احنا عارفين ان مسحوق الغسيل غالي وما فيهوش اي توفير خالص من اي ناحية. احنا عملنا حبة مسحوق، العلبة اتملت مسحوق بمعنى الكلمة، والنظافة اتضاعفت في ثلاثة وفي أربعة كمان. يعني أنا مش عايزة عشان ما تقولوش بتبالغ، ادخلوا وشوفوا وجربوا، وهتدعوا لي وقولوا لي في التعليقات انتوا جربتوا ولا لا، وايه اللي حصل معاكم. انا بقى كنت جايبه صابون سائل للمواعين من الصبانه، من اللي هو بالكيلو ده، وطلع مقلب مهما كان مش غالي. الجنيه الواحد خساره فيه بصراحه. فدورت كده على اليوتيوب لحد ما لقيت وصفه حلوه تخليني اضاعف القوه، وكمان هضاعف ايه، الكميه كمان. معانا هنا طبق حلوين فيه 2 لتر ميه. هنحط 2 لتر ميه ونركنهم كده على جنب، ونيجي بقى على الكوبايه دي. انا حطيت الميه الاول عشان انا هعاير بالكوبايه، يعني هستعملها بقى بعدين. حطينا ال2 لتر ميه في الطبق، وهناخد الكوبايه. يا اما لازم تكون حاجه ازاز، يا اما بلاستيك قوي جدا. المهم ان ما يبقاش ازاز ضعيف، يعني ما تعمليش، قصدي ما يبقاش بلاستيك ضعيف. انا معايا الكوبايه دي قويه جدا ما شاء الله عليها. هحط فيها شويه ميه، وادوب فيها 3 معالق صودا او بوتاص على حسب ما بتسموها. الصودا للمعلومه بتطلع ابخره، مهما تكوني حاطاه في ميه ساقعه بتطلع ابخره، فلازم تكوني واقفه في مكان التهويه بتاعته كويسه، ويا اما لابسه كمامه، يا اما بعد نفسك خالص عن الابخره اللي هتطلع. نفسك ووشك بقى وكل حاجه تبعديها عن الابخره اللي هتطلع، وما يكونش جنبك اطفال. انا حطيت هنا 3 معالق وهقلبهم. يعني انا هسيب المعلقه دي وامسك حاجه ايديها طويله، علشان اللي انتوا لو لاحظتوا وركزتوا كويس في الصوره هتلاقوا فيه دخان بيطلع من الكوبايه كاني حاطه ميه بتغلي بالظبط. فهمسك معلقه تانية علشان تبقى ايدي بعيده خالص عن الابخره اللي طالعه. ولازم يكون جنبك خل، علشان لو لا قدر الله اي حاجه جت على ايديكي تغسليها بسرعه بخل. تغسليهاش بميه، تغسليها بخل. انا اسفه يا جماعه على صوتي، بس انتوا عارفين الولاده قربت، وانا والله نفسي ضيق جدا جدا، مش عارفه اتنفس، مش عارفه اتكلم. انا بتكلم بس مجبره بتكلم بسرعه علشان الفيديو ما طولش عليكم، انما لو على قدي هنقعد ساعتين مع بعض في الوصفه والله. نيجي بقى على طبق الميه وهنحط فيه نص كوبايه سكر. طبعا احنا عارفين ان السكر بيعزز الرغوه جدا جدا، وكمان بينعم الايد، وبيقلل شوية من حدية الصودا علشان ما تضرش ايدك. سواء السكر او النشا بيقللوا من حدة الصودا عشان ما ي... يعني ما تأثرش تأثير سلبي على ايديك. انما النظافة لا، بتفضل النظافة بتاعة الصودا زي ما هي. فاحنا هنا بنحط السكر علشان اولا يقلل الضرر بتاع الصودا على ايدينا، ثانيا يعزز من الرغوة بتاعة المسحوق. هنقلب كويس جدا. انا شخصيا مش قادره اقلب، ما قلبتش حلو. لو تلاحظوا هتلاقوا فيه سكر في الطبق تحت لسه، ودي غلطه، انما والله غصب عني. ادعوا لي ربنا يقومني من الولاده بسلامه، وارجع لولادي بالسلامه ان شاء الله، وربنا يجيب لي ساعه سهله. بالله عليكم ادعوا لي. هنا بقى بنحط 3 معالق كربوناتو بقى، او صودا الخبز زي ما بتسموها، اللي بنحطها على الطعمية، واللي بنحطها برضو في وصفات كتير جدا جدا من وصفات النظافة، لأن بيعتمد عليها جدا جدا في التنظيف. بتفور بقى، سواء لو في المطبخ بتفور بقع الزيوت والحاجات دي كلها، والزيوت اللي على البوتاجاز، والحاجات اللي مركونة زي الطاسات القديمة والكلام ده. دوبناها كويس جدا. انا بقطع المنظر، انا بقعد اقلب كتير مع نفسي، بس بقطع المنظر عشان اختصر عليكم. قلبنا الكربوناتو كويس والسكر. دلوقتي بننزل ب3 معالق نشا. احنا بنعمل ايه اشبه بالصابون او بالتايلوز، يعني بنعمل مادة خام او مادة اساسية نقدر نعمل منها بقى بريل، بيرسيل جل، صابون، ممكن اي حاجة انت عايزة تعمليها. ده بيزك او اساس، مادة اساسية لاي حاجة انت عايزة تعمليها. هنعمل منها حاجات كتير جدا، انا هعمل لكم الصابون اساسا في فيديو لوحده منفصل. اهم حاجة نقلب النشا كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات.
احنا عارفين ان النشا بيتكتل. انا اسفه، اعذروني بالله عليكم عشان انا محرجه والله من صوت النفس، وان انا مش قادره اتكلم بالطريقه دي كده. قلبنا النشا كويس، هننزل عليه بقى بالصودا اللي احنا كنا مدوبينها مع بعض في الكوبايه. انزلي يعني تصبي بعيد عن ايدك، وتبقي برضو بعيد، تكوني حذرة جدا جدا وانتي بتصبي. لو تلاحظوا هتلاقوا فيه تغيير في السائل معايا، هتلاقوا لونه بقى شفاف شوية. انا قطعت المنظر طبعا عشان ما اطولش عليكم، انا فضلت اكتر من 10 دقايق اقلب، وجبت بنتي كمان تعمل معايا لان ما قدرتش اكمل لوحدي يعني. فقطعت المنظر، شوفوا بقى لونه يكاد يكون شفاف، وخاصة اللي بيبقى على المعلقة بنبعيه كده زي ما انتم شايفين. وبقى لزج بقى، ما بقاش القوام بتاعه زي المية، لا بقى لزج، فيه خط، فيه عرق كده. لما بتصبيه من فوق كده بتحسي ان هو عرق، مش بيقطع معاكي، لزج ماسك في بعضه كده. بحط هنا بقى البريل اللي اساسا انا عامله القصه كلها علشانه وعشان هو مش حلو. هي في الوصفة كانت حاطة كوبايتين، أنا بحط 3 لأن هي في الوصفة كانت عاملة سائل، صابون سائل من بتاع الشركات، إنما أنا اللي معايا مش حلو يعني. فقررت أو فضلت إن أنا أزود الكمية بحيث إن هو يزود معايا برضو المفعول شوية وأساعد مع المواد الخام اللي أنا حطيتها. طبعا البوتاص أبو النظافة كلها وأستاذ النظافة كلها وأساس النظافة كلها في أي حاجة فيها تنظيف. الكربونات برضو زي ما قلنا، السكر للرغوة، النشا بيلطف وبينعم الحاجة وبيخلي ليها قوام كويس جدا جدا جدا. فكل حاجة احنا حطينا النهاردة ليها الفايدة الخاصة بتاعتها، ما تستغنيش عن حاجة منهم. طيب انتي بقى خايفة على ايدك برضو من البطاطس وعايزة تحطي جليسرين، حطي. انا ما عنديش، انا لو كان عندي كنت حطيت، انما انا هعمل ان شاء الله الفترة اللي جاية دي هعمل شوية جليسرين لان خلص من عندي وانا ما بحبش اشتريه، انا بحب اعمله في البيت. ممكن نعمله مع بعض في فيديو لو انتوا حابين. هنعمل الجليسرين وهنعمل التكسبون وهنعمل الحاجات دي كلها علشان بجد الدنيا بقت صعبة ومحتاجين ان احنا نوفر. لو انتوا تلاحظوا ان في كل مرحلة في تقليب كتير، انا بقلب كمان بره الكاميرا، انما انا المنظر دلوقتي عاجبني فيعني قلت العب معاكم شوية. دلوقتي احنا بنقلب بقى، ايه اللي ممكن تحطي تاني؟ زي ما قلنا ممكن تحطي جليسرين، ممكن تحطي زيت عطري بريحة الليمون مثلا، بريحة البرتقال، بأي ريحة انت بتحبيها وبتفضليها. انا ما كانش عندي زيت عطري ما حطيتش، انما انا هحط لون يعني. والله هو كان لونه حلو بس انا قلت اجرب يعني، هي لعبة يا صابت يا خابت بقى، وبعدين هو في البيت مش هناكله يعني ولا هنبيعه. فانا حطيت لون اخضر، ده لون غذائي من عند العطار، وما كنتش اعرف ان الصودا بتضيع الالوان يعني. بعد 2-3 اللون راح للاسف، اللون بقى ضعيف شويه مش زي ما هو دلوقتي كده. ده كان عاجبني جدا ساعتها، وبقيت فرحانه عماله اضحك فرحانه باللون جدا. حتى تقلته كمان شويه، انما لما سبته 2-3 اللون غير يعني. انتوا اللي شفتوه في اول الفيديو مش نفس اللون، بس هو والله هو نفس المسحوق اللي انا عاملاه. والسمك كمان اتغير يعني، تخنه اتغير، تخن اكتر، تقل، ولونه اتغير. وانا لما جربته بعد ما عملت ده زي ما قلت لكم في الاول ما عملش اي رغوه، والله انا قلت خلاص باظ، وبقيت زعلانه، كان هين عليا عيط والله. انما لما لقيت الملمس واللون وكل حاجه اتغيرت قلت اجرب، لقيت بسم الله ما شاء الله عليه آه، رغوه عاليه، نظافة عالية جدا جدا. بقيت مبهورة بالنتيجة بصراحة. فجربوا وادعوا لي، وزي ما قلت لكم روحوا لللينك اللي هحط لكم في صندوق الوصف بتاع المسحوق، شوفوه وجربوه.